هنعمل عجينة بيتزا بمقادير بسيطة وسهلة. في البداية كده هنجيب كوباية ونص من المية، وتكون المية بتاعتنا فترة لا سخنة ولا ساقعة. نزلت بيهم في بولة، ونزلت كمان بمعلقة ونص من الخميرة، معلقة هرمية من معالق الشاي الصغيرة، ونزلت بمعلقة كبيرة من السكر. وهندوب الخميرة والسكر في المية وهنركنها على جنب كده لحد ما الخميرة بتاعتنا تتفاعل مع السكر وتلاقيها عملت رغاوي معاكي كده تمام. بعد كده هنجيب بولة فاضية وهنزل ب3 كوبايات وربع من الدقيق، وتكون الكوباية موحدة في كل المقادير. وبرده مهم جدا ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. يبقى كده 3 كوبايات وربع من الدقيق، نخلتهم نخلة كويسة جدا كده تمام. بعد كده هنجيب بقى الخميرة بتاعتنا. لو الخميرة نوعيتها كويسة هتلاقيها عملت رغاوي معاكي، لو ما عملتش رغاوي معاكي اعرفي ان الخميرة دي مش هتجيب مفعول معاكي كده تمام. بعد ما نخلنا الدقيق بتاعنا خلاص، هنجيب بقى الخميرة بتاعتنا كده ونعمل حفرة صغيرة في النص، وهننزل بالخميرة بتاعتنا، هننزل كده شوية بشوية بيها وهنقلبها بس بالمعلقة. بعد كده هنستخدم بقى ايدينا، وطبعا ممكن تحتاجي مية وممكن ما تحتاجيش مية. انا حطيت كوباية ونص من المية، محتاجش معايا مية خالص، فحسب نوعية الدقيق. طبعا في دقيق بيشرب المية وفي دقيق ما بيشربش المية، طبعا حسب نوعية الدقيق. هعجنها بقى كويس جدا لمدة ربع ساعة. ما تستعجليش في الخطوة دي لان دي اهم خطوة في العجين. طب هنعرفها ازاي؟ العجينة هتبقى بتلزق معاكي، حاجة بسيطة خالص، بس اهم حاجة تعجنيها عجنة كويسة كده. خلاص العجينة بتاعتنا بقت جاهزة، وزي ما انتوا شايفينها كده ناعمة خالص ومفيش اي كلاكيع معايا خالص. هغطيها بورقة بلاستيك وهسيبها بقى لمدة ساعة تخمر معانا. لو في الصيف بتحتاج ساعة خمر، لو في الشتا حوالي ساعة ونص. سيبها كده لحد ما تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بعد كده هطلع بقى الهواء اللي فيها واعملها كورة كده. نجيب بقى مفرش سيليكون او على الرخامة عندك، فرشي بس شوية دقيق كده، حطي تحتها شوية دقيق وبعد كده حطي العجينة. عايزاها بيتزاية كبيرة هتقسميها على 2، هيعملوا لك 2 بيتزا كبيرة ما شاء الله حجمها كبير. لو عايزاها بقى متوسطة بتقسميها على 4 كور. انا هقسمها بقى على 2 كده وهستخدمها. طيب لو احنا عايزينها بيتزا ايطالية بنعمل ايه؟ هنجيب بقى بولتين 2 فاضيين وبندهنهم بمسحة كده بسيطة من الزيت. انا جايبة بولتين 2 لان انا عاملاها على قطعتين 2. عايزة بقى تعملها على 4 قطع 5 قطع زي ما انت عايزة. المهم بتجيبي البولة وتمسحها مسحة كده بسيطة من الزيت بالفرشة، مسحة بسيطة خالص بس عشان العجينة ما تلزقش فيها كده تمام. بعد كده بقى بنجيب العجينة بتاعتنا زي ما قلت لكم بقى، عاملاها 2 3 زي ما انت عايزة. حطينا كل قطعة كده في البولة، وبرده هندهن الوش بتاعها بمسحة بسيطة كده من الزيت. بعد كده بقى بتغطيها، نمسحها بس الاول بمسحة بسيطة كده من الزيت من على الوش عشان الوش بتاعنا ما ينشفش ويقشر معاكي او يعمل قشرة معاكي. هنغطيها بورقة بقى ستريتش او ورقة بلاستيك كده، ونحطها برضو على رف التلاجة. بتستخدميها تاني يوم تالت يوم رابع يوم زي ما انت عايزة. برضو الخطوة ديت بتفرق كتير في الطعم، لكن لو انت مستعجلة عليها في نفس اليوم اعمليها عادي وهتطلع معاكي احلى بيتزا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.